ايوه ايوه ايوه، نقلب احلى كريب هتاكلوه. مقادير موجوده في كل بيت. احفظوا المقادير: كوبايه دقيق، كوبايه ونص حليب، وكمان بيضه واحده بس. لو هتعملوه حادق هنحط رشه ملح بسيطه قوي وفلفل اسود. لو هتعملوه حلو زي ما انا عاملاه هنحط معلقه صغيره فانيلا سايله او معلقه صغيره فانيلا باودر اللي عندكم، بس كده. هنجيب بقى الويسك ونقلب كويس قوي. المضرب اليدوي ده عايزين بقى في الخلاط وكتر مواعين انتوا حرين، انا ما بحبش في الخلاط بقى، ما بحبش الخلاط اصلا استخدمه. هنقلب كده. عايزه القوام بتاعه كده ما بيبقاش تقيل، خلي بالكوا زي البانكيك. الطاسه بتاعتي سخنه، هدهنها شويه زيت بسيط قوي، ما تحطوش زيت كتير عشان الكراب ما يفضلش يهرب منكم. ونحط الكراب بالشكل ده ونعمل كده وبس. خلاص نسيبه دقيقه بس ونقلب الناحية التانية. بصوا لو عمل معاكم الحركة دي هنكمله عادي خالص وما نجيش جنبه لحد لما يمسك. وبس نقلب الناحية التانية كام ثانية، يعني بياخد تقريبا اقل من دقيقة على الناحية الاولانية، ما نجيش جنبه خالص. بعد كده نقلبه الناحية التانية كام ثانية ويكون جاهز معانا. ودي صغننة كده عملتها، تقدروا بقى تلعبوا زي ما انتوا عايزين، بس زي ما قلت لكم اقل من دقيقة. ونقلب الناحية التانية كام ثانية، ما تعملوش بايديكم زي ما عملت كده. بصوا بقى انا دهنته بكريمه البيستاشيو، انا بحبها قوي. تقدروا تحطوا نوتيلا، لوتس، زبده ومربى، اللي انتوا عايزينه ده للحلو. للحادق بقى تقدروا تعملوا بقى زي محلات الكريب الجديده دي، تحطوا بقى تشيكن ستريبس وشويه صوصات وحركات. تقدروا تعملوا الكانيلوني، بيطلع احلى كانيلوني بيه. جربوا الوصفه، لو مش عاملين لي فولو اعملوا. وبون ابيتي.